السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، وإن شاء الله ده تاني سيشن معانا في كورس ال ING 101 Introduction to Industrial Engineering and Systems. في الفيديو اللي فات اتكلمنا شوية عن ال Production Concepts، اتكلمنا عن ازاي نبدأ نشوف أهمية ال Production Concepts وإيه فايدتها وازاي نبدأ نحسبها. في الفيديو ده هنبدأ ناخد شوية implementation على الكلام اللي احنا أخدناه في السيشن اللي فاتت. ده يعني زي problem session او tutorials لل implementation بتاع production concepts. فنبدأ واحدة واحدة مع بعض كده، نبدأ نشوف ايه ال problems بتيجي ازاي، او ايه طريقة تفكيرها، وازاي ايه طريقة الحل بتاعتها. تمام. طيب مبدئيا كده، اول حاجة كده، اول problem معانا هي دي logical thinking problem. يعني دي تفكير شوية، مش تستخدم فيها rules، مش هتستخدم فيها حاجات complicated، لا انت دي هتستخدم فيها دماغك وطريقة تفكيرك. يعني المفروض ومسألة زي دي او problem او case زي دي تبدأ تجيب ورقة وقلم، تبدأ تفكر فيها واحدة واحدة، وتبدأ تفصصها كلمة كلمة، هتلاقيها أتفه من التفاهة. طيب هنا بيقول لك the XYZ company is planning to introduce new product line and will build a new factory to produce the parts and assembly. The final products، ايه البتاع ده، ما علينا، هو معرفش مايكل جروفر ماله. يعني هنا بيقول لك ان هو هيبدأ يعمل بروديوس او هيعمل برودكشن للبارتس والاسامبلي اللي هتطلع الفاينل برودكت للبرودكشن لاين او البرودكت لاين اللي هم عايزين يعملوه ده. بعد كده بيقول لك the new product line will include 100 different models. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول حاجة كده، انا عندي فيه المصنع ده هيصنع برودكت اكس، البرودكت ده فيه منه 100 موديل. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا تعالوا ندي مثال، العربيات مثلا. انا في مصنع عربيات، مصنع عربيات ده مثلا بي ام دبليو مثلا. بي ام دبليو فيها مثلا 100 موديل، فيها مثلا الفئة السبعة جواها كذا فئة، الفئة التالتة مثلا جواها كذا فئة، الاكس فيها كذا فئة من جواها. فانت عندك في موديل وفي سب موديل جوه، زي مثلا البيجو في منها ارقام، مثلا التويوتا مثلا او التويوتا. التويوتا في منها مثلا يارس، في منها كرولا، في منها جواها كذا موديل جواها برضو تاني. فانت عندك في زي سب موديلز من جوه. طيب بعد كده بيقول لك ال annual production of each model is expected to be 1000 units. يعني جوه كل موديل من ال 100 موديل دول عندي فيه 1000 حتة. ده في الانوال بلان او الانوال برودكشن بلان بتاعنا. طيب بعد كده بيقول لك each product will be assembled of 600 components. يعني كل منتج من المنتجات دي، تمام، اللي هو هيبقى ال100,000 منتج دول، كل منتج منهم هيبقى فيه 600 كومبوننت جوه. يعني احنا عندنا فيه 100,000 منتج، اللي هو 100 في 1000، وكل واحد من ال100,000 دول هيبقى فيه 600 كومبوننت جوه. بعد كده بيقول لك all processing of parts and assembly of the products will be accomplished in one factory. كل ده هيتعمل في مصنع واحد كبير، حاجة كده ايه، جامبو فاكتوري كده كبيرة كده. بعد كده بيقول لك there are an average of 10 processing steps required to produce each component. يعني كل واحد من 600 دول اللي هم في 100,000 محتاج ان هو يعدي على 10 عمليات او 10 خطوات. جميل. كل خطوة بتاخد 30 ثانية. بيقول لك and each processing step takes 30 seconds. جميل. يعني كل واحدة من ال10 دول اللي في ال600 اللي في ال100,000 بياخدوا 30 ثانية، including بقى اللي هو allowance والسيت اب تايم وبلا بلا بلا، اللي هو التايم كله. بعد كده بيقول لك each final unit of product takes 3 hours to be assembled او to assemble. يعني ايه؟ يعني انت خلاص عملت الكومبوننتس، هتبدأ بقى تركب اليونتس. احنا عندنا في 100,000 حتة، تمام. ال100,000 دول كل حتة فيهم 600. فانت عندك المنتج الواحد اللي هو من 100,000 ده هيتجمع في 3 ساعات. فاحنا لازم نخلي بالنا ان احنا عندنا في حاجة اسمها برودكت. البرودكت ده فيه اسامبلي وفيه بورتس، تمام. اليونت في حاجة لازم نفرق بين كلمة يونت وبورت او كومبوننت، تمام. بعد كده بيقول لك ايه بقى، all processing operations are performed at work cells that each includes production lines, machines and human worker. جميل. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هنا بيقول لك all processing operations، يعني العمليات اللي هتتم على الكومبوننتس هتتم في حاجه اسمها work cell، خليه. جميل.
ده هيبقى الخلية دي فيها بقى البرودكشن ماشين وفيها الهيومن وركر اللي واقف فيها. بعد كده بيقول لك products are assembled in one single workstation consisting of 2 workers each. يعني ايه الكلام ده؟ هنا انا عندي في كلمتين لازم نفرق بينهم، زي ما فرقنا بين برودكت وكومبوننت لازم افرق بين حاجه اسمها ورك ستيشن وورك سيل. ورك سيل خليه، في حاجه اسمها ورك ستيشن ده يعني حاجه اكبر شويه. فالورك ستيشن دي هيبقى فيها عاملين 2 laborers او 2 workers، والورك سيل هيبقى فيها عامل واحد بس او هيومن وركر واحد بس. بعد كده بيقول لك each work cell اللي هي الخليه دي او الورك ستيشن requires 200 feet square، يعني feet square. يعني الخليه او الورك ستيشن دي هتبقى محتاجه ان هي ايه 200 قدم تربيع او whatever بقى اللي هو الفيت سكوير بتاعنا ده. تمام. and the factory operates one shift. في السنه كلها هي تشتغل، المصنع كله هيشتغل 2000 ساعه. جميل كده، يعني المصنع كله كده المفروض يشتغل الشيفت بتاعه كله هيبقى 2000 ساعة في السنة. بيقول لك determine بقى ايه how many production operations, how many shop floor او shop space required و how many workers will be required in this plant في الفاكتوري ده. طيب واحدة واحدة كده المفروض ان احنا نبدأ نفصص المسألة دي حتة حتة، نبدأ نشوف احنا عايزين ايه. طيب عشان نفهم المسألة دي هو عايز يعرف عدد العمليات وعدد المساحة والعدد الوركرز. طيب خلينا نبسطها لكم بمثال سهل وبسيط. دلوقتي انا مثلا بشتغل ساعة في اليوم، انا عندي ورشة والورشة دي مثلا بشتغل فيها ساعة في اليوم. جميل. لو حد جاب لي حاجة، لو حد جاب لي مثلا حاجة منتج، المنتج ده بياخد ساعتين في اليوم، تمام، او بياخد ساعتين وقت، تمام كده. فده معناه ايه وهو عايزني اعمل الحاجة دي؟ معناه ايه؟ معناه ان انا يا اما اعمل دوبليكيشن مني 2 عشان انا بشتغل ساعة بس في الوقت، يا اما اشتغل ساعة كمان واجيب واحد تاني برضو زي كده اعمل كوبي مني مرتين، تمام، او ان انا اخد الشغلانة دي على يومين، على ساعة وساعة. بس انا دلوقتي في ليميتيشن عندي ان انا لازم اخلصها له في نفس اليوم ده. ده زي كونسترين، يعني انا عندي هنا شغال اليوم ده هو الراجل عايزها في اليوم ده. ده معناه ان انا هعمل دوبليكيشن مني، يعني هكوبي مني حاجة تانية، او ان انا اشتغل اوفر تايم زيادة. فمعناها ان انا لازم يكون في مني 2 عشان اعمل التاسك المطلوبة دي. طيب هنا المصنع بيقول لك انت عندك في الاكسبكتيشنز بتاعتك في الانتاج بتاعتك ان انت عايز 100,000 حتة. 100,000 حتة دي جواها 600,000 كومبوننت. ده الانوال بلان بتاعك، يعني دول كلهم اللي انا عايزهم. فاحنا بنبدأ نعمل ايه وانت شغال في السنة كلها ماكسيمم 2000 ساعة. فالمفروض ان حضراتنا عشان نبدأ نحسب الكلام اللي احنا عايزينه ده هنبدأ نشوف في السنة كلها احنا عندنا 2000 ساعة، والحاجات دي كلها هتاخد كام ساعة في السنة؟ هتاخد اكس مثلا مليون ساعة في السنة مثلا. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل دوبليكيشن لكام بقى 2000 ساعة في السنة عشان نوصل للمليون ساعة دي مثلا اللي هي اللي عندنا. فده طريقة الحل. احنا بنبدأ نعمل هيراركي ستراكشر كده للبروبلم اللي معانا. يعني تعالوا كده نبدأ نشوف الحل معانا تحت كده حلينه. هنا بيقول لك البرودكشن بتاعك هتعمل بقى اللي هو البرودكشن في الكوانتيتي اللي هو 100 في 100,000 هيدينا 100,000 حتة منتج كامل في السنة. طيب لو نزلنا تحت شوية هيبدأ يقول لك النمبر اوف فاينل اسامبلي اوبريشنز. انت المفروض عندك ده خلاص كده اللي هو 100,000 ده اللي احنا قلناه. هنا النمبر اوف بروسيسنج اوبريشنز، احنا المفروض هيبقى عندنا 100,000 في 600 وكل واحدة بتاخد 10 اوبريشنز. فاحنا عندنا كده حوالي 600 مليون اوبريشن في السنة كلها، تمام. يعني ده اللي هي العمليات في السنة كلها. انا محتاج 600 مليون عملية في السنة عشان اعمل 100,000 حتة اللي انا عايزهم دول. طيب بعد كده هحسب التايم بتاع الكلام ده كله اللي هو التوتال بروسيسنج اوبريشن تايم. هيبقى عندي فيه اللي هو ال 600 مليون دول، في كل واحدة بتاخد مثلا النص دقيقة اللي هو قال لك 30 ثانية، تمام، في ال 60 ساعة، تمام. في الساعة عندي فيها 60 دقيقة. عشان احولها لساعات انا عايز احسب انا عايز كام ساعة في السنة. يعني هنا بكل بساطة انا دلوقتي عايز احسب انا عندي كام ساعة في السنة. فانا هنا عندي فيه 600 مليون عملية. ال 600 مليون عملية دول بيتاخدوا في 30 ثانية. فال 30 ثانية دي انا هحولها لساعات، تمام. فانا ال 30 ثانية دي اللي هي نص دقيقة. نص دقيقة لما تقسمها على 60 هيديك في الساعة. فانت بتضرب الرقم اللي هيطلع من الكومبو ده في ال 600 مليون هيديك 5 مليون ساعة في السنة. انت دلوقتي محتاج 5 مليون ساعة في السنة، وانت عندك افيلابل فيه ساعتين في الساعة في السنة.
تمام. ده معناه ان انا كده هبدا اشوف الحاجات اللي انا عايزها بقى التانية بقى. هنا بيقول لك التوتال اسامبلي اوبريشنز، جميل، هتبقى عندي فيه 100,000، جميل، في ال3 ساعات. فانا محتاج عشان اعمل اسامبلي محتاج 300,000 ساعة في السنة، وعشان اعمل اوبريشن او اعمل مانيفاكتشرنج للكومبوننتس محتاج 5 مليون ساعة في السنة. طيب لو انا جيت بقى حسبت بقى التوتال بروسيسنج تايم للاسامبلي والكلام ده كله، هلاقي ان انا عندي فيه 5,300,000 ساعة في السنة انا محتاجهم. لو جيت قسمتهم على ال2000 ساعة، هيبدأ يجيب لي الوركرز اللي عندي. انا محتاج دلوقتي 2000 ساعة في السنة، والعدد الوركرز اللي عندي المفروض ان ده هنا هيبقى 5,300,000 على 2000 هيديني الرقم اللي هو عدد الوركرز اللي احنا شايفينه 2650. ثواني كده بس عشان شاكك في حاجة، شاكك ان الايكويشن نطت هنا. طيب لا هنا تمام، بس يبقى هي كانت في مشكله بس ان الكالر دي معموله بالفانكشن او معموله بايكويشن، فعشان كده فيها حاجه غريبه يعني. طيب انا دلوقتي عايز احسب، انا عندي 2000 ساعه في السنه، وعندي عايز احسب عدد الوركرز بتاعي في السنه. فانا عندي 2000 ساعه وانا شغال المفروض اشتغل 5,300,000، فدول عدد الوركرز كلهم اللي هيشتغلوا في السنه. طيب انا عندي دلوقتي المفروض في كل ورك ستيشن هيبقى فيه worker، وفي كل بتاع تاني ده، وكل الورك سيل هيبقى عندي فيه 2 workers، جميل. فانا هبدا احسب بقى الايه، ده عدد الوركرز اللي عندي في السنه كلهم. هبدا احسب بقى الايه، حته الشوب فلور سبيس اللي عندي. طيب هنا قال لك في worker لكل ورك ستيشن، تمام. وهنا عندي فيه تاني بيقول لك بعد كده with 2 workers per station، يبقى الاسامبلي بتاعي محتاج ان انا الورك اللي عندي كله هيبقى زي ما احنا شايفين كده. طيب هي دي ممكن يكون فيها يعني تايبو شويه، يعني دي المفروض الوركر ده هيبقى واقف في الورك سيل، سوري مش في الورك ستيشن. احنا جينا هنا لو عملنا قسمنا الساعات على الافيلابل للبروسيسنج اللي هي 5 مليون على 2000 هيدينا 2500. هيدينا 2500 ورك ستيشنز، سوري ورك سيلز. فدي هنا غلطة، اللي هي الورك ستيشنز دي هي المفروض دي تكون ورك سيلز. انا برضو اتلخبطت، قلت هو في حاجة مش مظبوطة يعني. طيب الباقي هيبقى كام بقى؟ لو طرحنا ده من ده هيدينا الباقي اللي هو هيبقى في فرق 150 وركر. ال 150 وركر دول في اتنينات واقفين في كل ورك ستيشن، فهقسم هيبقى عندي فيه 75 ورك ستيشن. طيب بعد كده لو انا جيت جمعت الاتنين دول ال 2500 على ال 75 وضربتهم في ال 200 هجيب حجم المصنع المفروض يكون عندي قد ايه، تمام. طبعا ده حجم البروسيسنج، او ما عملتش بقى حجم الاوفيس بقى، يعني ده كلام جينيريك كده نبدا نفكر فيه. طبعا المفروض بيبقى فيه حجم الاوفيسز اللي عندي، المكاتب، الحاجات الادمنستريشن، الحاجات بتاع السورت، الحاجات بتاع الكواليتي مثلا، حاجات الانسبكشن، الريسيفنج اريا، بيبقى عندي فيه الستورج اريا، فعندي فيه حاجات كتيره جدا. بس يعني ده يعتبر مينلي المساحه. طبعا المفروض بيتحط فيه توليرنس والاونس غير المساحه دي. طيب ده كده نوع من انواع التفكير، انت بتبدا تفكر بشويه لوجيك، تبدا تفكر الدنيا ماشيه ازاي. ده ملوش تطبيق قوي على الكونسبتس اللي احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت. طيب خلينا ننزل في المساله التانية كده، نبدا نشوف نفكر فيها ازاي. طيب هنا بيقول لك the average part produced in a certain batch manufacturing plant must be processed through an average of 6 machines. يعني انا عندي في بورت هيعدي في مصنع بينتج باتشات، جميل، هيعدي على 6 ماشينز. يعني انا النمبر اوف اوبريشنز اللي عندي المفروض ان هم هيبقوا 6. طيب بيقول لي هنا في 20 new batches of ports are launched each week. يعني انا في الاسبوع الواحد بيبقى عندي فيه 20 باتش بتطلع، جميل. الباتش هنا بيقول لي بعد كده في الباتش هتساوي فيها 25 حته، فانا كده عشان اجيب عدد القطع هضرب ال20 في ال25، بس دي مش قصتنا دلوقتي. بعد كده بيقول لي الافريج اوبريشن تايم 6 minutes للحته الواحده، والافريج سيت اب تايم للباتش كلها هتبقى 5 ساعات، تمام. والنون اوبريتيف او النون اوبريشن تايم للباتش كله هيبقى 10 ساعات للمكنه الواحده، جميل. بعد كده بيقول لي ان انا عندي فيه 18 مكنه في المصنع، والمصنع ده بيشتغل 70 برودكشن اورز بير ويك. يعني ده يعتبر الشيفت بتاعي، جميل. الشيفت بالعدد الشيفتات، يعني الاس اتش كلها حته واحده. بيقول لك هنا نجلكت السكراب ريت ديترماين
عايزين هنا الام ال تي اللي هو المانيفاكتشرنج ليد تايم والبلان كاباسيتي والبلانت يوتيلايزيشن. طب واحده واحده زي دي نفكر فيها. احنا كان عندنا البلان كاباسيتي كانت بتساوي السميشن بتاع السيت اب تايم بلس الكوانتيتي في السايكل تايم بلس النون اوبريتيف تايم، وكانوا كلهم بالاورز. فانا المفروض الريزلت اللي عندي تطلع بالاور، ده اللي هو المانيفاكتشرنج ليد تايم. طيب انا عندي كام عمليه؟ عندي 6 عمليات. جميل، يبقى انا المفروض اضرب 6 في افتح براكت بقى السيت اب تايم كله كام. السيت اب تايم للباتش المفروض ان هو فيه 5. جميل. عندي كام حته في الباتش؟ المفروض ان انا عندي فيه 25 حته في الباتش. تمام كده. والحته بتاخد قد ايه وقت؟ المفروض ان هي تاخد 6 دقايق، فانا هضرب 6 هقسم 6 على 60. جميل. وعندي في الافريج سيت اب تايم هيبقى 5 ساعات. جميل، ده للباتش الواحد. طيب لو جينا نزلنا واحده واحده كده هلاقي فيه الستة. اول 6 دي اللي هي العدد العمليات اللي هو ال6 ماشينز اللي هو ده السميشن بتاعي. طيب الخمسه الاولانيه دي اللي هي المفروض السيت اب تايم للباتش. ال25 عدد القطع الكيو اللي عندي. طيب انا عندي هنا بيقول لي كيو في تي سي. التي سي بقى اللي هي السايكل تايم بتاعتي، المفروض ان انا عايز احولها بالساعه، هي 6 دقايق، يبقى 6 على 60 هيدينا 0.1. جميل، بلس ال10 اللي هي النون اوبريشن تايم. هجمع دول كلهم على بعض هيديني 105. تمام، 105 ساعة. ده اللي هو المانيفاكتشرنج ليد تايم اللي المفروض الباتش هتدخل فيه وتخرج من المصنع. طيب بعد كده عايز حتة البلان كاباسيتي. البلان كاباسيتي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي النمبر اوف اوبريشنز في الاس اتش اللي هو الشيفت في عدد الساعات في الشيفت في الار بي اللي هو البرودكشن ريت على النمبر اوف اوبريشن. سوري، يبقى اللي فوق كانت نمبر اوف ماشينز او نمبر اوف ورك ستيشنز اللي هي الان والان او. في واحده اللي فوق هتبقى النمبر اوف ورك ستيشنز اللي هي هتبقى عندنا هنا في الكيس دي 18، واللي تحت اللي هي عدد العمليات اللي هي تبقى الستة اللي عندنا دي. طيب واحده واحده مع بعض كده لازم نحسب التي بي او البرودكشن ريت. البرودكشن ريت اللي هو مقلوب البرودكشن تايم. طب البرودكشن تايم او السايكل تايم انا عندي هنا باتش. في المحاضره اللي فاتت كان في نوع في ايكويشن معينه ازاي تحسب السايكل تايم او البرودكشن تايم بتاع الباتش، اللي هو كان بيساوي السيت اب تايم بلس الكوانتيتي الكيو في السايكل تايم بتاع الكومبوننت الواحد على الكيو. ده كان القانون بتاع البرودكشن تايم. جميل، للباتش سيستم. فلما جيت حسبت الكلام ده كله هلاقي ان ده بيطلع لي 0.3 hours per unit. يعني الحته السايكل تايم بتاعي هيطلع للحته الواحده هيطلع في تلت ساعه. طيب انا عايز احسب الريت بتاعي معدل الانتاج، فهنا اليونت هيطلع انا 3.3 يونت في الساعه. جميل، لما اجيب الانفرس او المقلوب بتاع الكلام ده. طيب عايز احسب البلان كاباسيتي، قلنا هيبقى عندي فيه ال70 دي اللي هي الاس اتش على طول. جميل، الاس في الاتش على طول. ال18 اللي هي الان او الان سوري اللي فوق اللي هي عدد المكن، والار بي اللي هي اللي انا جبتها من فوق على الستة اللي هم الست مكن اللي هيعدي عليهم. ان هو بيقول لك هنا البورت الواحد هيعدي على الست مكن دول، فده النمبر اوف اوبريشنز. فلو جيت حسبت هيديني 700 حته. ده كده بالنسبه للبلانت كاباسيتي. طيب البلانت يوتيلايزيشن، احنا قلنا اليوتيلايزيشن اللي هي الاستغلاليه، ازاي تبدا تحسب الكلام ده كله. فده هيساوي الكيو على البلان كاباسيتي. الكيو عندي اللي هي ايه 20 في 25، ده اللي هي الكومبوننتس اللي المفروض انا هطلعها في الاسبوع ده. 20 في 25 هيدينا 500، فاقسم 500 على ال 70 هيدينا 71.4%. يبقى انا كده استغليت السيستم عندي ب 71.4% تمام. طيب الكلام ده سهل وجميل، المسائل دي سهله وجميله، في زيها في الاساينمنت هتلاقوها هتتدربوا عليها. كل الكلام ده موجود في الريفرنس بتاعه في كتاب جروفر العظيم. طبعا اي حد اندستريال انجينير او اي حد ريليتيف بالمانيفاكتشرنج والبرودكشن بيبقى ريكومندد ان هو يشوف برودكشن تكست بوك محترم زي بتاع مايكل جروفر. فاي ريكومند ان الناس تبدا تشوف الحاجات الكتب بتاعه جروفر كلها، هي كده كده موجوده كلها افيلابل على الانترنت. شكرا، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه جميله، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.